وامي كمان اتخلت عني. اختارت ان هي طبعا تبقى مع الاخت الاشهر والاغنى، مع ان انا كمان بغني على فكره، بس هي طبعا حبت تحجبني عن النور والشهره عشان تكتفي بالشهره اللي هي لوحدها. عايزة حقها في الشهرة والميراث. طلعت تعاتب أمها إنها رمتها كل السنين اللي فاتت دي. البلوجر منيرة حماد طلعت أخت شيرين عبد الوهاب، وكشفت المستور في فيديو على التيك توك. يا ترى إيه الحكاية؟ وليه كانت مختفية السنين دي كلها؟ تعالوا نقول لكم التفاصيل. أزمة من نوع جديد خلت شيرين عبد الوهاب تتصدر لترند، لكن المرة دي مش بسبب جواز أو طلاق، ده بسبب ظهور أخت ليها، وراجعة بعد كل السنين دي تطالب بحقها. ومش أي أخت، دي البلوجر منيرة حماد اللي ليها أكتر من 500,000 متابع على تيك توك. الحكاية بدأت بنشرها فيديو على التيك توك وقالت: أنا ساكتة بقالي سنين، لكن جه الوقت اللي أقول لكم فيه الحقيقة. أنا أخت شيرين عبد الوهاب اللي رمتني هي وأمي، اللي فضلت تعيش مع الأخت الأكتر شهرة والأكتر نجومية، رغم إنه أنا كمان صوتي حلو وبعرف أغني وكل الناس بتحبني. هم عايشين في الفلوس بقالهم سنين، وأنا اشتغلت حاجات كتير قوي علشان أعرف أصرف على نفسي. اشتغلت في خدمة البيوت ومسحت حمامات ومطابخ، وكل ده علشان أعرف أصرف على نفسي. وامي كمان اتخلت عني. اختارت ان هي طبعا تبقى مع الاخت الاشهر والاغنى، مع ان انا كمان بغني على فكره، بس هي طبعا حبت تحجبني عن النور والشهره عشان تكتفي بالشهره اللي هي لوحدها. والكل اللي هيسألني ازاي انتي وشيرين اخوات ومش اساميكوا زي بعض، هقولكوا اننا اخوات من الام بس. مفيش ساعات والدنيا اتقلبت ومنيرة بقت ترند، لكن طلع على طول اخو شيرين ونزل بوست بيعلن فيه انه هيقضيها ويرفع عليها قضية، وكتب وقال: حسبي الله ونعم الوكيل. او زي ما انتوا شايفين كده، ناس مريضة وحقودة ومقرفة وغلوية وبلاوي بتتحدف علينا، وناس أقسم بالله ولا لينا علاقة بيهم، مستنقع قذارة. خلصنا من لوسي جابت لنا توتي، وناس ولا تعرفنا تطلع تقول علينا كل كلام مفترى ما يعلم بيه إلا ربنا. ودلوقتي واحدة بتقول إنها أختنا من الأم، وبكرة واحدة تانية من الأب، وشوية ونلاقي إخواتنا في الرضاعة كمان. ما هي هيصة بقى ومش هنخلص. وكمل كلامه وقال: مش عارف أقول حسبي الله ونعم الوكيل على مين بالظبط، على الناس دي ولا على اللي حطنا في الليلة دي غصب عننا. مؤكدا سيتم تقديم بلاغ رسمي ضد المريضة دي، نشوف ايه حكايتها ومين وراها. لكن رد منيرة جه بسرعة، ونزلت بوست وقالت انها مش اخت شيرين ولا حاجة، وان الفيديو ده اللي كان عاملاه هزار مش اكتر. لكن من كتر ما ادائها كان مقنع الجمهور صدقها، وعلى طول قامت مسحت الفيديو. في ناس بقى شايفة ان منيرة خافت بسبب تهديد اخو شيرين ليها، وانها اختها فعلا لكنها خافت من رد الفعل. وفي بقى اللي شايف انها كانت بتحاول تتصدر لترند مش اكتر. تفتكروا بقى هل فعلا منيرة اختها، ولا الموضوع كله تأليف علشان الترند؟ سيبوا لنا رأيكم في الكومنتات.